بعد ما الأب مات، الأم لقت نفسها في مشكلة كبيرة. 4 عيال، هتأكلهم منين؟ و2 منهم لسه في التعليم، هتصرف عليهم إزاي؟ كل يوم تصحى الصبح تعد الفكة وتشوف هتجيب أكل اليوم ده منين. مرة تبيع الكنبة ومرة تبيع الكراسي، كل ده بس عشان تأكلهم وتشربهم. برضه الفلوس مش مكفية. قالت خلاص أنا مفيش قدامي غير إن أشغل نفيسة خياطة. نفيسة كانت بتفهم في الخياطة، فراحت شغلت بنتها نفيسة خياطة. كل ده عشان تجيب مصاريفها وتساعد في مصاريف البيت. ابنها الكبير حسن كانت معتبراه بيضة للغراب ورامية طوبته كده كده. كان عايش تاجر مخدرات وبلطجي وعايش مع العاهرات، بس ده برضه ما كانش يمنع انه لما كان بيديها فلوس من فترة للتانية كانت بتاخدها، مع انها عارفة انها فلوس حرام. ابنها الوسطاني حسين اول ما خلص التعليم في الثانوي ما رضيتش تخليه يدخل الجامعة، شغلته عشان برضه يساعد في مصاريف البيت. ولما حب يتجوز قالت له استنى شوية عشان أخوك حسنين محتاج فلوس. كل ده وعينيها على واحد بس، حسنين. حسنين دوت هو اللي هيرفع شأن العيلة، هو ده اللي هيبقى ظابط. كانت بتفرق في المعاملة ما بين ولادها، وكانت فاكرة إن دي حكمة عشان المركب تمشي، بس ما كانتش تعرف إن التفرقة دي نار بتحرق البيت من جوه، وبدل ما المركب تمشي المركب غرقت.